والله الذي لو انا احكي لك قصه سبحان الله، يعني ما اجملها وما اروع. يعني كان في، يمكن القصه دي انا كنت هحكيها النهارده. كان في ماشيه، في دبه، في جاموسه، بالتبسيط بقى كانت تحتضر. انا عايز احكي لك الموقف ده، وبعده يعني شوف جماله قد ايه. فانا شفت الدبه بتحتضر، انا دايما بحب ايه الجلوس مع الاشياء دي، طبعا جميله جدا ان انت تجلس معاها لم يعصي الله عز وجل سبحان الله، فبتريح القلب وتتحدث معاه فتطمن قلبك. فوضعت يدي على رأسها، والله الذي لا إله إلا هو غير حرفا عليه، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فوالله بكت الماشية. وعندما بدأت في آية الكرسي والله الذي لا إله إلا هو سجدت الماشية لله عز وجل. فقلت أتبكي الماشية ولا تبكي أنت؟ قصة أخرى كان يعني هذا علاج طبي. حبة البركة حصل معي قصة من أجمل وأفضل القصص التي رأيتها في حياتي. كان ناس أتوني إلى أحد القنوات وكلهم بياخدوا حبوب. كنت أنا لسه أيامها ما تشعبتش في موضوع إن أنا درست أكثر، يعني كان علمي أي واحد بياخد حبوب ممكن أساعده، إنما واحد بياخد أنسولين لا أستطيع مساعدته. فطبعا لما جه الست دي كان اسمها أم شاكر، قلت والله يا ام شاكر بقى انت شوف جوزك ضربك، جوزك مبهدلي. قال لهم قالوا يا ابني ابوس على رجلك ابوس رحت مديها زيت حبه البركه، قلت لها بص بقى ده اللي هيريحك خالص. وبفضل الله عز وجل الامراه اخذت هذا الامر بيقين، ووالله الذي شوف هي تماما من السكر. بس الناس ما تاخدش السكر، حبوا زيت حبه البركه بطل انسولين فضلنا في دقايق. فدكتور عادي